عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. سادس رمضان، نعاد عليكم الايام بالخير. احترنا في الاكل بقى، نعمل النهارده اكله بقى شعبيه حلوه كده، كشري بالتحبيشات بتاعها. ده يا جماعه كشري اسكندراني، اللي هو الكشري الاصفر، بس هو بيطلق عليه كشري اسكندراني. ومعاه طبعا سلطه طماطم، بتنجان محدق، بطاطس مقليه، طماطم محدقه، بطاطس، بيض متدحرج في السمنه، بتنجان محدق، وبطاطس مسلوقه ومقليه. وطبعا الكشري يا جماعه، والتقليه بتاعته البصله اللي فوق دي، ودي الصوص بتاعه اللي احنا بتسقي بيه، اللي هو على وش الكشري دوت اللي بتسقي بيه. الكشري ده يا جماعه احنا عملناه بطريقه سريعه وبسيطه جدا. جبنا بصله شوحناها لحد ما اصفرت، وبعدين نزلنا بالرز والعدس وقعدنا نقلب فيه علشان يتغلف بالسمنه والزيت عشان يبقى مفرفر، وبعدين نزلنا عليه بميه سخنه، وحطينا مع الميه السخنه دي يا جماعه شعره كمون والملح وورقتين لورا واربع حبايات قرنفل. جربوا بقى يا جماعه ورقتين اللورا واربع حبات القرنفل دول مع الكشري ده، حاجه تانية تحفه 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 خالص زي ما انتم شايفين. وغطيناه وسيبناه يشرب عادي زي ما انتم بتعملوه عادي جدا 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 جدا. وحمرنا بصله، اهيت البصله ديت حاطين عليها معلقتين دقيق، عفرناهم بالدقيق عشان تبقى مفرفره وناشفه كده زي ما انتم شايفينها اهيت. معلقه الدقيق دي بتفرفره وتخليه ناشف. والصوص دوت عملنا ايه؟ شوحنا فصين توم مفرومين وحاطين عليهم نص كوبايه خل زي طشه كده، واول ما ريحتهم طلعت قمنا نازلين بالصلصه ومعلقه كمون ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه شطه ومكعب مرقه، وسيبناها بقى تتشرب مع نفسها زي ما انتم شايفينها اهوت يا جماعه. والتوم ده يا جماعه التتبيله بتاعته بتدق تومه مع قرن فلفل مع كمون وبعدين تشوحيهم في معلقه زيت. تشوحيهم في معلقه زيت، ما تعملوش نيه، يدي طعم اكتر ويتجانس مع البتنجان اكتر ويدي طعم اكتر. وارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، ودي شرحه بسيطه لان انا ما رضيتش اصوره، قلت هو بسيط كلكم ما شاء الله اساتذه فيه، بس احنا بنديكم فروقات بسيطه بس، اللي هي ورقتين اللورا والاربع حبايات القرنفل والصلصه بتاعته ديت. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ونشوفكم في وصفه تانيه ان شاء الله مع ام احمد، عاطف ابو سليمان وجوري اللي عايزه تقول لكم كلمتين. اتفضلي قولي يا جوري. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبنا، واعملوا اشتراك بقى ولايكات وفعلوا الجرس. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم دايما على خير في اي وصفه بنعملها. يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. امبارح يا جماعه عملنا البيتزا، ام احمد عملت البيتزا، فالناس سالتني على الصوص الصلصه اللي اتحط على البيتزا لان احنا ما عملناش قدامهم. هو بسيط جدا يا جماعه، طماطميتين مضروبين في الخلاط بتحطيهم في حله، وتحط عليهم معلقه زعتر ناشف ماشي، ومكعب مرقه وشويه كمون وشويه فلفل اسمر وشويه شطه، وتسيبوهم يغلوا مع بعضهم. هو كده خلاص يبقى كده الصلصه، وكده تبقى جاهزه بعد ما تغلي حسب القوام بقى اللي انت عايزاه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ارجو ان ما كنتش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.